سأل شاب شابا آخر: أين تشتغل؟ فقال له: بالمحل الفلاني. كم يعطيك بالشهر؟ قال له: 5000. فيرد عليه مستنكرا: 5000 فقط، كيف تعيش بها؟ إن صاحب العمل لا يستحق جهدك ولا يستاهله. فأصبح كارها لعمله وطلب رفع الراتب، فرفض صاحب العمل فأصبح بلا شغل. كان يعمل، أما الآن فهو بلا عمل. سألت إحداهم زوجة عندما جاءها مولود: ماذا قدم لك زوجك بمناسبة الولادة؟ قالت لها: لم يقدم لي شيئا. فأجابتها متسائلة: أمعقول هذا؟ أليس لك قيمة عنده؟ ألقت بتلك الكلمة ومشت. جاء زوجها ظهرا إلى البيت فوجدها غاضبة فتشاجرا فطلقها. من أين بدأت المشكلة؟ من كلمة قالتها امرأة ومشت. قد تبدو أسئلة بريئة متكررة في حياتنا اليومية، ولكنها مفسدة. لماذا لم تشتري كذا؟ كيف تتحمل هذه الحياة أو هذا الشخص؟ كيف تسمح بذلك؟ نسألها ربما جهلا أو بدافع الفضول. نصيحة: ادخل بيوت الناس أعمى واخرج منها أبكم، ولا أبرئ نفسي حين أرسل بالنصح.